صباح الخير عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ هذه مده هذه ما تلاقيت معكم. اليوم نهار جديد كما كتشوفوا، اليوم مشمشه، مازال الشمس شويه. ربما هاد السيمانه هذه غادي يطيح الشتاء، فما فيها باس. الزربيه، واحد الزربيه تكرفصات لي بزاف، غادي نخرجها باش غادي نصبنها. غادي نخرجها غير الكولوار، حنا مالناش حنايا السطح، لي السطح عندنا بعيد بزاف وميمكنليش نصبنها بالسطح وثقيله بزاف، فقلت راه نصبنها غير هنايا في الكولوار ما حد مازالت الشمس. شوفوا الجو، شوف الدنيا زينه هاد النهار، والكالم الصباح تيكون مكالمي. المهم هانتوما عندي واحد الزربيه تكرفسات، واخا كنشطبها واخا كندير لها لونتروتيان غير هكا ياك بالفوطه، ولكن ما كتخرجش مزيان. اليوم غادي نخرج نصبنها وغادي نكتفيو غير بواحد الطاجين ديال الحوت غادي نديرو. انا غادي نوريكم، راني وجدت القوام وكلشي. غادي ندير الطاجين ايت فوق البوطه، وغادي نخرج نصبن معاكم الزربيه ديالي لانها ما ولات ما فيها ما يتشاف. المهم انا غنوريكم القوام اللي درت للطاجين. كما كتشوفوا هانتوما الطاجين حطيت فيه الزيت. هو الاول درت زيت روميه وزيت البلديه، زيت المائده مع زيت العود، وغادي ندير هادو غادي نصبهم. كما كتشوفوا هذه شرموله درتهم درت شويه ديال الحوت في شرموله باش يشرب شويه. وخلاص انا بديت كنقي معكم الخضره. ها هي كاين البصله، غادي ندير البصله، البطاطا، شويه ديال الفلفله مطيشه. المهم اللي غادي نصاوب الطاجين، غادي نخليه يطيب وغادي نمشي نكمل الشغل ديالي اللي بديت. ها هي الزربيه، وفي صراحه كتهز هاد النوع ديال الزرابي كيهز لي الزابر بزاف، ولكن راه غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه اللي ندو بحال هاد الشكل ديال هاد الزرابي. واحد الطريقه زوينه باش كيتحيد ليها الزابر، ولكن من الاحسن بعدا حتى نقيها نحيد لها الغبره. كتعرفوا مده طويله هذه من الصيف اللي فرشتها تقريبا هذه واحد الشهرين باش فرشتها، وبقوه الغبره مع الشرجم تيبقاو محلولين نهار كامل مع الصاد وكلشي. خلي المهم انا كملت التكراد ديال الطاجين ديال الخضره كما كتشوفوا. البصله غنستعملوا البصله الحامض، المطيشه، خيزو، الفلفله، البطاطا. هانتوما انا قررتهم كلهم طرونش. وخلاص الربيع قزبور مهموس هذه في الاخر غادي نديرها هي الاخر. وخلاص شرموله، نفس الشرموله اللي كتعتمدوا في الحوت اللي درت زدت عليها شويه هنايا باش غادي نديرها كلها الخضره هنايا، اولا غادي نستفها في الطاجين ونبدا نسقيها بالمعلقه. كل ايطاج درتو غادي نبقى ندير العطريه، غادي نبقى نتبلها. والمهم خلاص الطاجين يعلى ولا يعلى عليه. كما كتعرفوا الطاجين المغربي راه باين. وغادي ندوز دابا حاليا غادي نمشي نكمل الشغل اللي بديت، وفي الاخر غادي نوريكم الطاجين كيفاش جا. يلا وبقاو معايا حتى الاخر كما قلت لكم باش نوريكم لاستيوس باش تحيدوا الزبر من الزرابي. شوفوا هادو هما الربيعات ديالي. الربيع هذا راه ضاع. كتعرفوا هاد النبته هذه خصها تكون في واحد لوبو كبير، واحد المحبق كبير. على هادو كنقول لكم نهار دابا نقلهم للويفيرا وخلاص. هادي راه كتنوض غير بوحدها بلا ما كنزرعها. ونوريكم واحد الحاجه هنايا، هاد الوايه هادي اللي ضحكوا عليا. هاد الوايه هادي خديتها غوز وماتت وكل شيء، وفي هاد الايام هذه اللي تبرد الحال ولات اورانج. ما عرفوش كانت اورانج وبقوه الشمس اللي كانوا حاطينها فيها ولات غوز، ما نعرف. المهم هانتوما ديال اللي خديت. وخلاص هذا قديم عندي، خصو حتى هو يتنقل لواحد المحبق كبير باش من بعد راه كيدير ينحدب مع الصهد وكيولي شويه صفر بحال هكا، حيت محطوط في الشمس، هو اصلا ديال الشمس. وخلاص هاد الوريدات هادو
فاش كيطيحوا راه كينوضوا وريضات اخرين بحال هكا في لوغوج وتيولي كله احمر فيها ما تربيه. وهنايا البنات هزيت زربيه جريتها للكولوار، واحد البليصه كان فيها الماء فيها روبيني عندنا. حطيت الزربيه وصبنتها مزيان مزيان كما كتشوفوا. واخا الكولوار عندنا شويه كان تعذبوا في الصابون، حطيت الزربيه واخا عريضه. الكولوار كان عندنا ضيق ولكن ماشي مشكل، كنحط النص هو الاول كنصبنو مزيان وفركتها. انا كنفرك فيها والجو غزال مبرد بزاف بزاف يتقطروا. والله الا قلنا غادي يطيح الشتا ساعه هانتوما كما كتشوفوا. واخا هكايا تحمست باش نصب الزربيه ان طلعت لي في راسي بقوه الغبره. مازال خاصو واحد شويه ينشف من المرقه وغادي نحطوه بصحه وراحه. كما كتشوفوا الفلفله وكل شيء بدا الحامض راه طاب جلديد. والله الا كيشهي من بعد ما ساليت الشغالات ديالي ومازال غادي نضرب واحد السيقه مزيانه للصاله. هانتوما هادي راه الجوج نكمل باش غادي ندخل. شوفوا واحد الكالم واحد شوف راه زربيتي فين نشرتها. غادي نغسل هاد الصور هذا باش غادي نطلق فيه دوك الملاحف اللي غسلت. شوف كي داير شوف غادي نغسلو مزيان باش نشرب فيه داك نشربهم عرض. ملي نشرتهم طول غادي يتكرسوا بحال قبيله. والله الا عذبوني حتى ساليت وكلشي عاودت ليهم الصابون راهم عاوتاني تعذبت بزاف لانهم بلونكاسي. شوف هانتوما رخيص. غادي نطلقوهم هنايا حدايا هذا الدار. هاي كوزينتي مازال غادي نضرب واحد السيقه تاني للدار. شوفوا واحد التروينه مرونه ومن بعد عاد غادي نجلس نرتاح. هانتوما من بعد ما خملت مزيان السطلان كنت بغيت الصراحه حتى هما نصبنهم، ولكن اليوم غادي غالبا هاد السيمانه غادي طيح الشتا ان شاء الله يا ربي ترحمنا. المهم من بعد ما غادي نسالي غادي نوريكم الصاله ديالي نهائيه. ودابا انا يلاه كندير شويه ديال ساني كروه ونعطر الاجواء. عرفتي الصراحه اليوم تهديت روتيني بامتياز منين حليت عيني وانا كنخمل وانا هذا. راه كتعرفوا دابا الصيف انتهى وجاي الشتا ان شاء الله على الابواب، فخص الانسان يكون ديجا غاسل كل شيء باش يستقبل ايام الشتاء بواحد اللوك وبواحد مبقاش شعر عليكم. المهم هانتوما شوفوا على تروينه اليوم رونتها بالمعقول. شوفوا هانتوما راه الباب الكولوار عمر مازال فازق. المهم انا غادي نشف وغادي نخمل الصاله مزيان وغادي نرجع لكم. والله الا مرتوني عرفتي من الصباح وانا كنغسل فيهم. شوفوا هانتوما عرفتي نشرتهم هكا على الطول وطبعوا وعاودت لهم الصابون من جديد.
المهم هنا ستفتهم هنايا كما كتشوفوا. سيقت الكولوار، عطيت واحد سيقه من داكشي رفيع. هانتوما دابا انا ساليت ونوريكم النتيجه ديال. واخيرا ها هو الطاجين ديالنا وجد كما كتشوفوا. انا بدا وليت حالتي حاله. شوفوا كل فازقه مازال ما بدلتش تنتغدى، راه جاني الجوع. شوفوا تبارك الله كيشهي، ما شهيتكم فيه جلديد بزاف. مهم غادي نتغدى وان شاء الله غادي نعاود نوض نكمل لكم نقول لكم. واو جا فن، جا لذيذ بزاف، ما شهيتكم فيه. هانتوما خبيز مازال سخون. ايوا غادي ناكلو ان شاء الله. غادي نتغدى وغادي نوض نرتب الصلاه وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. فاليوم هذا هو النهار ديالي كي دوزتو من الصباح حتى الليل حتى العشيه. هذه هي تقريبا دابا راها 3 ديال العشيه. هانتوما عاد غادي نتغدى. هانتوما كما كتشوفوا البنات درت فركه لهاد الصاله هادي، غسلت هاد الغطاء. المهم هنا رتبتها، ولكن الحوف مازالين ما نشفوش. كما كتشوفوا انا ساليت الميناج. والله الا ضربت واحد التماره كل فازقه تنقدر. المهم هانتوما كما كتشوفوا رتبت الصاله من بعد ما يصاوبوا الحوف، مسحت الغبره، مسحت كلشي، ضربت السيقه مزيانه. المهم من بعد ما غادي ينشفوا الحوف انا غادي ندخلهم وغادي نفرش كلشي ان شاء الله باذن الله. يلا وهنا غادي يسالي الفيديو ديالنا، ونتمنى لكم حد سعيد ونهار مزيان يا ربي، وتهلاو في ريوسكم. وما تنسونيش بلي لايك واشتراك كما العاده، وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. هدا درت معكم باش غادي نوريكم الطريقه باش تحيدوا الزبر من الزربيه. المهم في اي دار كيتوفر عندها غادي يكون كيتوفر عندكم سكوتش. اما هذا ديروا من الاحسن سكوتش ديال سكوتش العريض بحال هذا ديال لومبالاج، اولا ديال لومبالاج هذا كاين ترونسبارون. غادي تاخذوه وغادي تحلوا سكوتش كيف ما هكايا هكا، وغادي تلويوه بالطريقه لا لونفير، يعني الصاق غادي يبقى من الفوق وغادي تلويوه على يديكم. البلاصه اللي كتلصق هي اللي غادي تجي من الفوق. انا غادي نوريكم هاد البلاصه هذه هي اللي كتلصق. غادي ناخذوا البلاصه اللي ما كتلصقش بحال هكايا، هذه ما كتلصقش، غادي ناخذوها بهذه الطريقه هذه وغادي نقلبوها على يدينا بهذا الشكل هذا. وغادي نبقاو ناخذوا الزبر بحال هذا الشكل. شوفوا هذا الزبر هذا اللي كيبان لكم مزيان، وغادي تبقاو تلصقوا بهذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا السكوتش كله عامر بالزبر بحال هاد الطريقه. اولا غادي تشدوا ديك الدراجه باش كنصبغوا داك الرولو باش كنصبغوا، وغادي تلويوه عليه سكوتش بلا لونفير. هذا كيجي ساهل، هذا اللي متوفر عنده. وغادي تبقاو دوزوا على الزربيه بداك الرولو، كدوزوا كيتحيد فاسيلمون في ساعه. هكا خوتي، نتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. فما تنسونيش بلي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله.